السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، يلا بينا جري جري يا رجاله نشوف النش، اخبار النش ايه واخبار الحاج مازن والحاج احمد ايه فوق في الداير، وبعد كده نكمل سلام عليكم ونشوف اخبارنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي يا زيزو صباح الفل يا كبير، اخبارك ايه يا جميل؟ عامل ايه؟ صباح الفل يا حاج احمد، ازيك وازاي مزاجك؟ عامل ايه؟ بصوا يا جماعه، يعني الحلقه دي طبعا استكمالا للحلقه اللي فاتت. الناس طبعا اللي شككت في ان الحمام ما بيطيرش ساعه وساعه ونص والكلام ده كله. اول حاجه حمامك على حسب تعودك، حمامك على حسب تدريبك، حمامك على حسب ما انت بتعوده. زيزو شيل زيزو العلم والكيس دوت، تمام؟ احمد تجيب انا اكل انا الكميات اللي انا باكل بيها، ماشي؟ زود. بص ادي كبشه وشعره كده وهنرجع نقشط تاني. بصوا يا شباب، الاول بسم الله ما شاء الله، تعالوا نسمي الله كده. هو حبست كام دكر يا احمد؟ حبست كام دكر؟ قفلت على كام دكر؟ دكر. بصوا يا شباب، دي اشكال الحمام اللي احنا بنطيرها، دي اشكال الحمام اللي بتطير. بص الفرد واقف ايه؟ بطل في الباب، مش دكر، بطل. ماشي طيب. زيزو صباح الفل يا جميل، اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ حق مازن احنا بنطير الحمام 5 دقايق بس، ينفع كده؟ شوفوا يا شباب، بصوا يا رجاله ما شاء الله، تعالوا كده نسمي الله كده ونمر كده على الحمام. طبعا انت هتستغرب انا واقف جنب الحمام والحمام ما بيطيرش ليه؟ لان الحمام خد حصته خلاص من الطيران، الحمام خلاص خلص الدرس بتاعه. ماشي على ورد، حلب ازرق واد وذكر ومحترم، بوازه قبل احمر، حلس تاني، حلس تالت، وعنده الحلوس دي كلها من بيت واحد، احمر وزار. بيسموه خوانكي اللون ده، ما بيسموش ازرق قطيفه، تمام؟ بوازه تاني وبوازه تالت، اللبلق الابيض بتاعي القديم، انجليزي لسه شاب ابن السنه. ماشي اهو يا احمد اللي بقول لك عليه اهو. طلع ذكر ولا انتهي؟ لا ما اعرفش. بص انا شاكك فيه. الاحمر وزار اهو، اول فرد بيحبس ده. قاعد اقف جنبه قاعد يخش. شوفوا يا شباب، احنا بنعمل حاجه هي جديده، يعني انا ما شفتش حد بيعملها. احنا بيتم تحبيس الحمام من غير ما نقفل شبكه الامراي. البنفسجي هناك اهو يا احمد حبس، هو بيقول لك يلا انا عايز اكل. احنا بدانا نعود حمامنا فعلا ان الحمام ما ينفعش يحبس الا على بابه، دي اول حاجه. تاني حاجه علشان الفرد ياكل لازم ينزل يحبس، يعني كل ده لو هو عايز ياكل ينزل يحبس زي ما الخوان كده عمل كده بالظبط اهو، يخش. لا ده حتى ده مش بابه، يطلع تاني عادي براحته، خليه يتراخم وخليه يفضل طالع نازل. طبعا احنا خليه طالع نازل ومش عارف ايه، بس في الاخر زيزو خدها، زيزو هات اكل، تعالى خلاص في اكل هنا اهو، دي كلفة حمامنا. خدها يا زيزو تعالى، انزل هات جردل فاضي من تحت، انا طالع بجردلين وانا طالع. هات جردل تاني عشان عمك مش عارف ياكل بده كده صغير. انزل هات جردل من تحت. هوريكم دلوقتي يا رجاله كميه الكلفه لفرد حمام شبعان، كميه الكلفه لفرد حمام شبعان. ما شاء الله. جدع يا زيزو، احسن كده. هات له شويه، هات له شويه عشان يبقى براحته. بصوا يا جماعه، ده بوازه اهو اتنزل على بابه، بوازه تاني. اظن احمد ابو حلقه زرقاء دوت، ده في ده باب الدور التاني مش كده؟ ما انا عارف ان هو حافظ بابه وانا بكلم انا عليه، انا صح كده؟ انا وجهه نظري مظبوط. شوفوا يا رجاله بدا الحمام يستناني ازاي، واللي يخرج تاني ما تقلقش، اللي يخرج تاني هيحبس. شاكين فيها مازن، شاكين فيها يعني انا نزلتها ورجعت طلعتها تاني مفكرها دكر، مش عارف. انت قفلت على جعفر؟ تعال نتفرج على جعفر سوا. ما تروق يا ابني على جعفر، انت مأكله قليل ولا هو كل؟ هات له يا عم شويه، انا ده غلبان. وده جعفر يعني كبشه ونص. وده الزاجل بتاعنا يا رجاله، الزاجل ده ما شاء الله. تعالى يا رخم تعالى، امسك يا زيزو كده، امسك صورنا انا كده. بص اهو، امسك يلا. ده جعفر يا رجاله، ده اللي بيجر الحمام.
هو للاسف هو بيعمل حاجتين، حاجه كويسه وحاجه زي الزفت. اول حاجه هو الحاجه الكويسه اللي بيعملها ان هو بصراحه بيجر الحمام، يعني هو اللي بيمشي لنا الحمام بتاعنا. بصوا يا رجاله، زاجل بيقول زاجل محترم تمام. ارخم حاجه بقى هو بيعملها بصراحه ان هو بيجر الحمام في الواطي، يعني هو للاسف بيجر الحمام، بس الحاجه الوحشه اللي بيعملها ان هو لما بيرجع بتلاقيه في الواطي. طبعا فرد حمام حرفيا انا ماسك سفينه في ايدي مع خفيه وزنه، تحس ان في عضلات طبعا هنا في بطنه اهيت ماشي. احنا طبعا بنقلل وزنه عشان ما يبقاش وزنه تقيل، عشان نحاول بقدر الامكان. انت برضك قلت يعني اسمه غلط. فرد حمام اسمه ام ايوب. انت مسميه ايوب يا ابو مازن؟ ام ايوب. خلاص يلا يا جعفر تعالى يا عم ايوب يلا. يلا زيد تعالى يلا عشان بقيت الحمام يحبس، لان الحمام اتاخر في الحبس، وده نتيجه ان احنا واقفين هنا في قلب الداير. تعالى هات بقى كده يا عم احمد كده عشان الحمام عارفنا انا في حته التحبيس. ما شاء الله. شوف طبعا الفرد اللي بيخش بابه بياخد كلفته، ما خدش بابه وما بياخدش كلفته، ومعودينهم على حاجه. ده الحس الاشارجي يا احمد. الفرد ده يا اخي انا يوميا لازم ادخله بايدي، يوميا اقسم بالله العظيم ما في مره غلط فيها ودخل لوحده. بس ما يكونش في حد واقف. بسم الله ما شاء الله. طبعا الابيض الابيض اهو يا احمد بيناديك اهو. هي طريقه متعبه شويه للامانه ماشي، بس الطريقه المثلى او زي ما مازن كده بيقول كده ورايا كده، هم بيتعودوا خلاص بعد كده ان هم يحبسوا بالطريقه دي تمام. فاتمنى والله اللي بيشوفني يستخدم مع حمامه الطريقه دي. طبعا ده الفرد اللي كان اللي لسه مش عارفين هو كاشف ذكر ولا كاشف نتايه، اللي هو المسود ده كده ابن التراكوة ده. احمد كان هيمسكه هو على العرق بس ما عرفش. لا سيبه عادي، مش فارقه هيبان. شد لك الشبكه يا احمد ولا نطول بالنا؟ طب تعالى كده يا احمد، تعالى كده بعد اذنك، تعالى زو كده صورني. لا انا ما باكلش اصلا فرديه خالص والله. اشدها يلا زي بعض. حاضر يلا. الانجليزي طلع. افتح يا احمد، افتح حاسب. افتح ولا تقفل؟ الانجليزي بره يا ابني. طيب في الاخر طبعا يا رجاله انا عملت ليه كده لان انا مستعجل عايز انزل، فيلا بدل ما يقعدوا يقرفوني يلا اخر فردين 3 يحبسهم لوحدهم. يلا بص ما هو عارف يا ابني ان هو هيخش يتقفل عليه البوازه تحت اهو. يلا ماشي بره مين عادي هيجي يقفل اهو. يلا الاسود ده اللي مش باين له اصلا ده ذكر ولا انتايه. ها يلا زي عشان تفتح الشبكه. يلا عشان الانجليزي بره لسه. يلا اصبر يا مازن. اتاكدت ان انت خلاص. يلا يا نازل يلا. يلا يا مازن. شكله وحش والله، شكله وحش. رايك يا احمد كلامك مظبوط والله، ملوش لازمه. يفضي بابه ويطلع مكانه قبل. هو يا عم هو يخش بابه يا مازن. وسع له اهو. يلا شكله عر يا احمد مش مستاهل. يلا حبيبي يلا خش يلا هاته يلا وافتح الشبكه الانجليزي. والانجليزي يتمسك كلفه النهارده سنه مادام بيتراخي. خليه معاك يا مازن. يلا فين الانجليزي الاخير؟ اخر فرد يا رجاله متبقى على النوت الانجليزي تمام. و10 دقايق ربع ساعه وبلم الكلفه. اهو شاطر يا جماعه. يعني انا نادرا حتى لما حد مثلا يكون بينش انجليزي وانجليزي شاطر، لا الفرد ده شاطر ومحترم. يلا انجز اخلص. هحبسك من غير ما تاكل. ساعات بيتحوش من غير انا والله ساعات بترخم عليه.
لا سيبه يا احمد، هو بيحبس هو بيستهبل. يلا يلا يلا. سيبه ياكل الحبتين على الارض الاول. لا يلا ما تاكلهمش، انجز نفسك يلا. ها اخلص برضه يعني لازم. شو صدق كلامها مظبوط، كلامها مظبوط يا مازن، لازم اكل حبتين على الارض الاول. اخلص يلا، انجز نفسك بقى. لازم. خلاص كلتهم، يلا اخلص يلا اطلع يلا يا رخم. لسه حبايه صفرا يروح كل. يلا ها اطلع يلا يلا. وكده يا رجاله نبقى قفلنا على حمامنا، ودي الطريقه المثلى في تحبيس الحمام. حبيبي يا حاج احمد، حبيبي يا زيزو، والله ينور يا كبير. بقول لك ايه، تيجي ننزله ولا يا احمد؟ انا انزله اذبحه وخلاص. لا يا عم سيبه يعمل يشتغل خدم مع الفرد التاني. هو خدم، هو حد عارف هو باض ولا الذكر ولا انتايه؟ بقى راكب التاني دول ما اعرفش. وريني كده مثلا. يعني انت خدم ايه وانا عارف اصلا هو ذكر ولا انتايه؟ ذكر. ده كام؟ ليش الذكر؟ بس راكب ازاي؟ ما اعرفش يعني انا انا شفتها بتشوف لي الزاجل. شفتها بقول لك ملوش. بقول لك ايه، هو شكله وحش، فضل ابو يحط مكانه فرد ابلق. يلا حبيبي يا زيزو، صباح الفل يا جميل. 10 دقايق كده ونلم الكلفه، عبال ما نظبط تحت الدنيا نطلع تاني نلم الكلفه. دي كانت حلقتنا النهارده يا رجاله، رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم الشباب في الوليد عبد الرحمن والحاج مازن والحاج احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.